قبل ما ابدا فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتعمل لنا اشتراك لو لسه ما اشتركتش لانه بيساعدنا نكمل. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدا مع احد اعضاء مجلس المجره واللي بيحكي عن حرب قديمه حصلت بين زعيمه اللي اسمه بايلو وبين الشرير اللي اسمه تشيرنو اللي قدر يصنع سلاح مرعب واللي اسمه اكل الامواج واللي بيقدر يدمر اي حاجه في الكون. وقرر بيلو انه يجمع مقاتلين عندهم القدره على التنقل الآني اللي بيمكنهم يتنقلوا لاي مكان بسرعه مذهله، وهجموا على الشرير تشيرنو واثناء القتال تم تدمير القمر وهرب لمكان في كوكب الارض، وهناك بايلو واللي معاه قدروا انهم يحبسوه تحت الارض عشان ما يطلعش تاني. لكن سكان الارض عانوا من الفقر والمرض بسبب تدمير القمر، وبعد سنين بيتولد على الارض 3 رياضيين واللي عندهم القدره على التنقل الآني. وبنعرف ان اللي بيحكي القصه هو اللي بيحرس تشيرنو في سجنه، وبيقول ان تشيرنو قرب يفقد قوته ويبقى ضعيف وساعتها يقدر يرجع لبيته وعيلته. وعلى كوكب الارض كل الناس بتبقى حابه كره القدم الكونيه وبيبقوا معجبين بابطالها الثلاثه. واحد اسمه انطوان بيبقى بيتفرج عليهم، لكن فجاه بتظهر كائنه فضائيه اسمها انيا واللي بتحاول توقع عليه عمود عشان تقتله، لكن حظه بيفلت منها والناس بتبقى خايفه منه لانهم عارفين انه حظه وحش دايما وبتحصل له حاجات غريبه. وبنعرف ان انيا بنت تشيرنو واللي بيتضايق منها لانها فشلت في قتل انطوان بسبب ان البروتوجين اللي اخترعه تشيرنو موجود داخل جسم انطوان، وانه محتاج دمه عشان يقدر يخرج من الحبس اللي هو فيه قبل ما يفقد كل قوته وما يقدرش يخرج منه للابد. وبنشوف بعدها مباريات كرة القدم الكونية واللي بتبقى مكونة من 4 أشخاص لكل فريق، ما عدا فريق الأرض واللي بيبقى مكون من 3 أشخاص بس اللي هم عندهم القدرة على التنقل الآني، وهم ناتاشا وفان وبيليه. وبيروح أنطوان عشان يدور على شغل عشان أمه تعبانة جدا، لكن الست بتبقى مش مهتمة وبتتفرج على الماتش، فبيتضايق أنطوان وبيقفل الشباك اللي على الملعب وبيطلب منهم يهتموا بحياتهم، لكنهم بيتضايقوا منه وبيطردوه بره المكان، وبيقول لهم ان الارض كلها بقت خراب وامراض وفقر بسبب تدمير القمر وانتوا لسه بتتفرجوا على الكوره. وبيشغل الحارس جهاز في زنزانة تشيرنو عشان يمتص طاقة اكل الامواج اللي تشيرنو بيصنعها، لكن المرة دي تشيرنو بيتحكم فيه وبيحاول يدمر المكان. وبيتصل بسرعة الحارس ببيلو عشان يعرفوا اللي حصل، لكنه بيبقى مشغول. وبيقف بيلو واللي بيكون رئيس مجلس كرة القدم الكونية قدام الكائنات كلها وبيحدد مباراة بين الارض والكائنات الفضائية عشان يحدد مين اللي هيوصل للنهائي. وساعتها تشيرنو بيقدر يقتل كل الحراس باستخدام طاقة اكل الامواج، لكن قبل ما يهرب كان لسه في احد الحراس عايش وبيقدر يحتوي الطاقة وبينهي على اخر امل لتشيرنو عشان يهرب. وبتبدأ المباراة بين الأرض والكائنات الفضائية وبتنتهي بفوز الأرض لأول مرة وبيوصلوا للنهائي. وبتتحول الكرة اللي كانوا بيلعبوا بيها بعد ما بتتضرب 5 مرات لحجر عادي واللي بينزل على تشيرنو، عشان نعرف إن المباريات دي بتتلعب بطاقة أكل الأمواج اللي بيعملها تشيرنو، لكن محدش يعرف كده غير بيلو. وبنشوف بعدها أنطوان واللي بيرجع لبيته واللي بيبقى عايش فيه مع والدته اللي أول ما يوصل بيلاقيها واقعة على الأرض وبيجري عشان يجيب لها العلاج، لكنه بيتفاجئ إنه خلصان فبيجري عشان يجيبه بسرعة، لكنه بيلاقي الصيدلية مقفولة فبيحاول يقتحمها لكنه بيفشل. وفجأة بتظهر بنت وبتقدر إنها تكسر الباب وبيدخل وراها وبياخد العلاج بسرعة، لكن الشرطة بتوصل ساعتها فبيجري هو والبنت بسرعة لحد ما استخبوا في مكان والبنت بتحاول تكتم صوته عشان محدش يسمعهم، لكنه بيلاقي سحلية جنبه وهو بيخاف منهم جدا فبيصرخ بصوت عالي والشرطة بتسمعه وبيضطر يطلع ويسلم نفسه. وبيقول لهم ان البنت مشيت في طريق تاني وبيستغل الفرصه وبيحاول يهرب، لكن عربيه بتخبطه فجاه وبيختفي. ولما بينزل سواق العربيه بنكتشف ان هي انيا واللي بتحاول تموته لكنه اختفى. وبيوصل انذار لبيلو بان واحد بشري بيستخدم الانتقال الآني على الارض. وبتظهر البنت تاني قدام أنطوان وبتاخده وبينزلوا المخبأ سري عشان توريه المكان اللي هي عايشه فيه، وبتقول له ان ابوها هو كمان تعبان وانها بتسرق العلاج عشان تساعده، وبتقول له ان هي مش بتحب كرة القدم فبيعجب أنطوان بها جدا لان هو كمان مش بيحبها، وبتقدم له نفسها وبتعرفه ان هي اسمها انيا، فبيقول لها انه لازم يمشي بسرعه عشان يلحق والدته وبينسى الازازه بتاعته. وساعتها بنعرف ان دي انيا وبتتحول وبتروح بعدها وبتتواصل مع تشيرنو وبتقول له ان البروتوجين اتنقل جوه أنطوان وقدر يستخدم الانتقال الآني، وبتديله خصله من شعره فبيدخلها تشيرنو في الطاقه اللي عملها عشان تكمل ويقدر يهرب، لكن المحاوله بتفشل لان الخصله مش كفايه وبيبقى محتاج دم كتير من جسم أنطوان. وبيضرب انيا وبيطلب منها تقتل أنطوان وتجيب له الدم بسرعه. وبيرجع أنطوان للبيت بالعلاج وهو مبسوط جدا، لكنه بيتفاجأ ببايلو والفريق كله عنده في البيت واللي بيهنيه عشان بقى عنده القدرة على الانتقال الآني، وبيقول له ان هو لازم ينضم للفريق بتاعهم. لكن أنطوان بيقول له ان هو مش مهتم بالكورة وانه لازم يفضل مع امه المريضة. لكن فجأة الشرطة بتوصل لأنطوان عشان السرقة وبايلو بيجمدهم في مكانهم، وبتطلب ناتاشا من بايلو انهم يلاقوا علاج لأم أنطوان، فبيوافق بايلو وبيتفق مع أنطوان وبياخدوا للسفينة بتاعتهم وبيوصلوا على جهاز عشان يزرع له روبوت صغير واللي اسمه سبوتينج، وده اللي بيندمج معاه أثناء المباريات، وكمان بيحذره من أي خطر قريب منه. وفعلا بيطلع الروبوت الخاص بيه ويعرفوه ان هو من دلوقتي لازم يهتم بيه جدا ويعامله كأنه جزء من جسمه عشان يقدر يساعده.
وبياخدوه بعدها للتدريبات، وبايلو بيقول له ان هو بدأ الانتقال الآني لما حس بالموت، وانه لازم نحسسك بنفس الخطر تاني، وبيفضل يضرب فيه عشان يحفزه لكنه مش بيقدر يتنقل. وبتدخل ناتاشا وبتحضن أنطوان وبتاخده وبتتنقل بيه، وبيتحركوا لكذا مكان عشان تحفزه لكنه برضه بيفشل، فبيطلب منهم تدريبات اكتر عشان ينجح. وفعلا مع الوقت قدر ان هو يستخدم الانتقال الآني بسرعة كبيرة جدا، على الرغم ان ده اول تدريب ليه. وبعدها بيقدر يدمر كرة بقوة مذهلة جدا، وكلهم بيتفاجئوا بالمهارة الكبيرة اللي عنده، لان محدش فيهم عنده القوة دي، وكلهم كانوا فرحانين بيه. وبايلو بيقول لناتاشا ان مرض امه انطوان ملوش علاج، وبيسمع انطوان الكلام ده وبيتضايق جدا، وبيفتكر ان هما كانوا بيستغلوه عشان ينضم ليهم. لكن بايلو بيروح لمجلس الفضاء وبيطلب منهم انهم يعالجوا امه انطوان، وبيقول لهم ان هي دي الطريقه الوحيده عشان يفضل معاهم، خاصه بعد ما شاف القوه الرهيبه اللي عنده. وبنعرف ان قدره العلاج موجوده فعلا، لكنها مش للبشر لان البشر مش متطورين كفايه. لكن اخيرا بايلو بيقدر ان هو يقنع المجلس بانهم لازم يعالجوا امه، وبتروح ناتاشا لأم أنطوان عشان تبدأ العلاج معاها. وأنطوان بيبقى متضايق جدا بسبب اللي سمعه، وفجأة بيلاقي ولد صغير وبيرميله الإزازة بتاعته وبيقول له إن أنيا عايزة تشوفه، فبيسيب السبوتنج بتاعه وبيروح لها. ولما بتعرف انه انضم للفريق بتاع الكرة بتديله مصل عشان يسمم النباتات اللي موجودة جوه الاستاد وتدمر المكان عشان محدش يتفرج على ماتشات تاني، وبيحاول ياخده منها وهي بتجري منه لحد ما بيوصل للروبوت بتاعه وبيشده. وفجأة بيلاقي ناتاشا قدامه واللي بتتضايق جدا لما شافته مع أنيا، وقبل ما يمشي أنيا بتديله المصل من ورا ناتاشا، وبيجهزوا كلهم عشان المباراة. وبيرمي أنطوان المصل في الاستاد قبل ما يدخل الماتش اللي بيكون مليان بكائنات من جميع الكواكب، لكن أنطوان بيقعد في الأرض وبيرفض يشارك في المباراة. فبايلو بيوقف المباراة وبيروح له وبيسأله في إيه، وأنطوان بيقول له إن هو كذب عليه وإنه مش هيعالج أمه. لكن ناتاشا بتوري له أمه وهي نشيطة جدا، والعلاج بدأ فعلا يجيب نتيجة معاها. وبياخدوا بايلو معاه لمكان قريب من الاستاد وبيوري له ازاي التدريبات اللي عملها، وان اللعبه دي كلها عباره عن كره عملها بايلو عشان يتدرب الرياضيين على تدميرها، لانها نفس الكره اللي بيعملها الشرير تشيرنو واللي بيكون عباره عن طاقه اكل الامواج. عشان كده بايلو بيجهز الرياضيين وانهم يتصدوا ليه ويقدروا يتصدوا لقوه تشيرنو ويدمروه لو خرج من السجن بتاعه. وبيعرف ان تشيرنو مسجون في سجن تحت الاستاد اللي هم فيه دلوقتي، وبيعرفوا ان هم ما يقدروش يدمروه لان ده ممكن يعمل شق في الارض وممكن يدمرها كلها زي ما حصل على القمر. فبيعرف أنطوان انه عمل غلطه كبيره جدا وبيجري بسرعه عشان يلحق المصل اللي رماه في الاستاد، فبيلاقيه انتشر في المكان كله وبيبدا انه يدمر الاستاد. فبيروح الملعب وبيلاقي ان الاستاد كله بدا فعلا بالتآكل، وبيروح بسرعه عشان يعرف بايلو باللي عمله، وبيحاول انه يتحكم في الموضوع لكنه بيفشل. فبيؤمر بإخلاء المكان بسرعة من كل الناس، وبيضرب أنطوان الكرة بتاعت تشيرنو لوحده 5 مرات وبتتحول لحجارة، وكلهم بيبقوا مذهولين جدا لأنه قدر يعمل كده لوحده. وبعدها بيحبس الروبوت بتاعه عشان يروح لأنيا ويسألها عن اللي حصل، لكنها بتخدره بمادة غريبة عشان يفضل مشلول ومش قادر يتحرك، وبتتحول لشكلها الحقيقي قدامه وبتعرفه إن اسمها الحقيقي فاليريا، وإنها عصت أوامر أبوها ومرضتش تقتله، وإن هي اللي حطت له صندوق من السحالي زمان وهو صغير جنب السرير عشان كده بيخاف منها، وإن كل حاجة وحشة حصلت له كانت هي اللي بتعملها ليه. والروبوت بتاع أنطوان قدر إن هو يخرج وبيروح بسرعة عشان يلحقه لما حس بالخطر، لكن فاليريا بتكون أخدت من أنطوان عينة كبيرة جدا من الدم وبتحولها لأبوها، وبعدها بتهرب من المكان وبيوصل الروبوت عشان يعالج أنطوان وينقذ حياته. وبيقدر تشيرنو إنه يصنع وحش عملاق أكل للأمواج عشان يقدر يتحرر ويدمر الأرض. وبتوصل ناتاشا وبايلو وبيعرفوا إن المكان ده هو معمل تشيرنو، وبيعتذر لهم أنطوان على اللي عمله لأنه سمم الملعب. وبتوصل رسالة من تشيرنو لبايلو وبيقول له إنه هيديله فرصة ينضم ليه عشان هو بس اللي صنعه. وبتستغرب ناتاشا لما بتسمع بايلو بيقول له إن هو اللي صنعه، وبيطلعوا كلهم عشان يواجهوا الوحش العملاق بتاع تشيرنو. وبيطلب منهم بايلو ان كل الفرق تجهز عشان اكل الامواج هيوصل للمدينه قريب جدا. وبيطلع بعدها بايلو على كل التلفزيونات للناس وبيعرفهم اللي بيحصل، وبيعرفهم ان الهدف الرئيسي من كره القدم الكونيه هي حمايتهم من خطر تشيرنو. وبتروح له بعدها ناتاشا وبتساله ليه تشيرنو، قال له ان هو اللي صنعه، فبيقولها ان تشيرنو كان افضل اختراع فاشل ليه، وانه عمله لانه كان مفكره هيخليه زي السبوتنج ويساعده، لكنه فشل في التحكم فيه، وده بعد ما تشيرنو اتعلم حاجات كتير لوحده وبعدها اتحول. وبيبدأ الهجوم على الأرض وبتحاول كل الفرق التصدي للوحش العملاق. ولما بيشوف أنطوان اللي بيحصل في السماء بيعتذر للروبوت بتاعه على اللي عمله فيه، وبيقول له إن إحنا الاتنين جزء من بعض. فبيصحى السبوتنج من تاني بعد ما كان نام، وبيحط إيده على دماغ أنطوان وبيعرفه إن ناتاشا بتحبه، وبينطلق بسرعة للناس عشان ينقذهم قبل ما يموتوا. وبيروح بعدها للباقي وبياخد فان وبيوديها بعيد عشان ترتاح لأنها اتصابت كتير أثناء القتال، وبيقول لها إن دوره جه وبيسيبها وبيطير عشان يدمر كرة من الكور، لكن فجأة واحدة تانية بتضربه وبيحس سبوتنج بالخطر وبيجري عشان يلاقيه ما تأثرش بالضربة، وبيطير تاني لفوق وبيتصدى لأكل الأمواج بضربة واحدة بس. وفي نفس الوقت ناتاشا بتروح مع بايلو للمكان اللي موجود فيه تشيرنو، وبيستعدوا للقتال، وبيطلع بايلو كائن فضائي وبيدخل في القتال مع تشيرنو.
وفي نفس الوقت ناتاشا بتتقاتل مع فاليريا واللي قدرت انها تسيطر على ناتاشا وتحبسها في الجدار، وبايلو بيقدر انه يجمد تشيرنو، وقبل ما يدمره بتستخدم فاليريا المسحوق بتاعها وبتقدر انها تجمده ومش بيعرف يتحرك، وتشيرنو كان خلاص هيقتله لكن فجأة بيظهر انطوان وبيمسك فاليريا وبيهدد بيها تشيرنو، لكن تشيرنو بيضحي بيها وبيضربها وبيجمد انطوان في الجدار وبيقتل بايلو، وفاليريا بتقول لانطوان ان السفينه مصنوعه من خلايا الوحش وبتقول له يحاول يتواصل معاه، وفعلا بيقدر انطوان انه يتواصل مع الوحش العملاق ويروضه عشان يدمره مع كل الطاقه بتاعته للابد. وبتتعين ناتاشا قائد مكان بايلو اللي مات، وبيستخدم انطوان قوته عشان يسيطر على الوحش العملاق وبيخليه يصلح القمر من تاني، لكن فجأة بيوصل الشرطي اللي كان بيدور عليه عشان سرقة الصيدلية، وبيعرفوا ان هو هيتجوز امه عشان يسامحه على السرقة اللي كان عملها، وبيفرح انطوان جدا بالعيلة الجديدة بتاعته وبيحس اخيرا ان هو مش لوحده. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل افلامنا، واللايك الجميل لو عجبك الفيلم، وقول لنا رأيك في التعليقات، والسلام.